يا مساء الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده الخميس ان شاء الله سوا كده هنشوف احنا هنعمل ايه. طبعا جايبه حاجات انا للمطبخ وحاجات للتلاجة زي ما انتم شايفين كده. معايا الجلوفز بتاعتي، ال- اللي هو الفازلين، والتوكه بتاعت شعري دي بلم بيها شعري عشان شعري ما بهدلش الدنيا. فزي ما انتم شايفين كده هنبتدي مع بعض ان شاء الله. اول حاجه الم بيها شعري، ثانيا هحط الفازلين ده في ايدي بكميه تكون كويسه. حاولوا تحطوه في الشتاء، هو مرطب قوي وحلو جدا. في الصيف لا يطاق. فهناخد كميه من الفازلين على ايدينا، وكمان هنلبس الجوانتي ونقلع الخاتم الجميل ده ونشتغل على طول في المطبخ. اول حاجه كده ان شاء الله باذن الله حابه ان انا اتكلم معاكم في موضوع واحنا بنتسلى كده في الحاجات بتاعه المطبخ دي. ان احنا اول حاجة ان احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم في موضوع من اول ما فتحت القناة واحنا كل الناس بتتكلم فيه، وهو الوقت. وان احنا ما عندناش بركة في الوقت. اصل احنا ما بنعرفش ننجز، اصل احنا بنعمل يومين وبنقعد، اصل واصل واصل وحاجات كتير قوي كده. هتكلم معاكم فيها واحنا بنعمل حاجة المطبخ، بنعمل الكوبايات بتاعتنا. اول حاجة هنتكلم فيها آه، الوقت وبركة الوقت. هنتكلم في نقطتين اتنين او في محورين اتنين. اول حاجة اني هنتكلم من الناحية من ناحية ايه، من ناحية علمية بحتة. خلينا في العلم البحت الاول. اول حاجة احنا لازم يبقى عندنا سياسة الورقة والقلم. طبعا انا بنادي بيها من يوم ما فتحت القناة، من اول فيديو انا عملته، وهو لازم يبقى عندك ورقة وقلم. تمام. الورقة والقلم دول هيفيدونا في ايه؟ الورقة والقلم دول هيبقوا كويسين جدا ان احنا نكتب فيهم تو ليست الحاجات اللي احنا ورانا. هنكتب ان المطبخ هياخد مننا ساعة، هنكتب ان الاكل هياخد مننا نص ساعة، ونلتزم بالمواعيد والوقت اللي احنا كاتبينه. لو احنا طلبة هنقول ان احنا مثلا الحاجة دي المدرس ده هياخد مننا ساعة ونص، ده هياخد مننا كذا كذا كذا. آه وهكذا. تمام. آه فالمهم ان احنا لازم نعمل بتاع الاختراع الجميل الحلو لقائمة المهام او التودو ليست زي ما انتوا عايزين تقولوا عليه قولوا. كتبنا التودو ليست بتاعتنا، اشتغلنا عليها بشكل كويس. تمام. خلاص اتأكدت ايه الاولويات بتاعتي، ايه قبل ايه، ايه رايح فين، ايه جاي منين. تمام تمام. خلصت التودو ليست الحمد لله. كتبتها اول يوم ليا النهارده. توقعي ان انتي في اول يوم مش هيكون الانجاز بتاعك 100%، هيبقى الانجاز بتاعك قد ايه؟ 40%. ال40% دول هيبقوا كويسين جدا على اول يوم. تمام. بالنسبة لتاني يوم هيفضلوا برضو 40% هم على فكرة. بمرور الوقت هتلاقيهم شوية بقى 50، شوية بقى 60، شوية بقى 70، هوبا ده 80 أو 90، وده كده 100 قوي لما يبقى عندي 10 حاجات واعمل منهم حاجتين اتنين. يبقى حلو قوي. ده شيء عظيم جدا جدا جدا. ان انا قدرت اعمل الحاجات دي. ال9 حاجات اللي موجودين عندي، فهنقول الحمد لله برافو ان انتي قدرتي توصلي للكلام ده. طيب بعدين الحاجة اللي بعد كده اني انا هبتدي اتكلم في نقطة ايه، في نقطة ان احنا الاستمرارية. الناس كلها بتشتكي ان انا بعمل يوم التاني وبقعد ما بعملش اي حاجة على رأي عبد الفتاح الأسري. هيجي منين الاستمرارية دي يا ولاد؟ هتيجي الاستمرارية دي من ان احنا يبقى عندنا حاجة بتحفزنا. يعني ايه اللي هيحفزني ان انا اقوم انضف البيت؟ ده سؤال. صح. بصراحة يعني فعلا ايه اللي هيحفزني اقوم اعمل البيت؟ هقولك على حاجة ممكن تكون امور هايفة جدا، بس هي اللي بتحفزني. زي مثلا ان انا هقول ان انا لو نضفت الاوضتين دول هكافئ نفسي بحتة شوكولاتة، ده لو انا عاملة دايت يعني. تمام. مش حتة شوكولاتة يعني اكل البار بتاع جالاكسي كله ولا البار بتاع كادبري كله وترجعي تقولي انت اللي قلت لنا. لا، ان انا هاخد حته واحده بس من البار ده، قطعه واحده يعني. فانا هكافئ نفسي بيها. تمام. انا مثلا بحب القهوه جدا 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 جدا، فخلاص لو عملت الحاجات دي هكافئ نفسي بكوبايه القهوه. تمام. من هنا بقى بيجيلي الموتيفيشن ان انا كل يوم اقوم واكمل واقوم واكمل. طب ده بالنسبه لو انا بخلص الاوقات، لو انا اصلا ما عملتش اي حاجه يجي منين الشجاعه؟ يعني هعمل الطاقه دي منين؟
الطاقة دي هتجيلك منين؟ الطاقة دي ان انتي لو فكرتي شوية صغيرين مثلا في ولادك، ان هم يبقوا عايشين في جو نظيف، ان هم بعد الشر لو البيت ده مش نظيف وحاجة وقعت وكلها من الارض الدنيا هتتبهدل، هتقدري تقومي. ان انتي تسعدي ولادك برضه هتقدري تقومي. ان انتي هتعملي حاجة حلوة برضه هتقدري تقومي. يعني عندك 100,000 وسيلة ان انتي تقدري تحفزي بيها نفسك للشغل بتاع البيت، او ان انتي تقومي تعملي الحاجة اللي وراكي. تمام تمام. انا كده خلاص حفزت نفسي ومية مية، استمريت حلو قوي. طيب بس ما انا ماشي بستمر وكل حاجة وبعمل، بس برضو الوقت بيضيع. اصل انا يعني بعمل وممكن لما اروح اكل حته الشوكولاته دي اقول لما اشوف لي فيديو. طب لما اكلم مش عارفه مين في التليفون. طيب لما اخبط على جارتي دي اتكلم معاها ال5 دقايق دول. الحاجات دي برضو من الحاجات اللي هتضيع لك الوقت. يبقى تالت نقطة نتكلم فيها بعد الورقة والقلم بعد الاستمرارية، ان انتي تبعدي عن الحاجات اللي بتضيع لك وقتك، او ان انتي تتخلصي من السلوكيات السلبية اللي احنا بنعملها في بتضيع الوقت. بمعنى ان احنا اقفلي الراوتر لما تيجي تنضفي، اقفلي الراوتر. انا لما باجي انضف بقفل الراوتر خالص. ليه؟ لان انا ما بقدرش اقفل الواي فاي بتاعي وافضل شغاله، لا ما بفلحش، ببقى فاشله جدا. فبالتالي بعمل ايه؟ بروح قافله الراوتر بتاعي خالص خالص خالص، بمعنى اني اشيل الفيشه بتاعته واشيل السوكت بتاعه وكل حاجه، واشتغل الحاجات اللي ورايا في البيت. وبعد ما اخلص اعمل اي حاجة. مش هتقدري تقفلي الموبايل بتاعك عشان ولادك، عشان جوزك، عشان مامتك ممكن تتخض عليكي. حلو قوي، تمام، مفيش ايتها مشكلة. اللي انت هتعمليه ان انت زي ما بقولك كده اقفلي الواي فاي، خلصي الحاجات اللي وراكي. حد اتصل عليكي والشيطان غواكي، واحدة صاحبتك اتصلت، قولي لها مثلا بصي يا وات ايفر، يا بتنجانه، انا هكلمك يا بتنجانه بعد ما اخلص الحاجات اللي ورايا دي. اديني بس نص ساعه وربع ساعه وهكلمك تاني. تمام. وكافئي نفسك ان انت لما هتخلصي هتكلميها، لما تخلصي هترني على فلانه، وهكذا. فهمتوا؟ ده اللي انا بقصده بالنسبه من الحته علميه معمليه بحته. ان احنا 3 نقط اللي اتفقنا عليهم: ورقة وقلم، استمرارية، نبعد عن الحاجات اللي بتعطلنا. طيب النقطة اللي بعد كده، ودي حاجة حلوة جدا جدا، وهي البركة. لازم نفهم ان ربنا، البركة دي من عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبارك لكل واحد في وقته. فلازم نفهم النقطة دي كويس قوي، ان احنا كويس 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 نفهم مين اللي هيدينا كل حاجة. ربنا. يبقى احنا نقعد ندعي ربنا ان ربنا يبارك لنا في وقتنا. ان انا لما اعمل حاجة اعملها ابتغاء مرضات الله. يعني ايه يا ست باشمهندسة هلا؟ انت ايه ابتغاء مرضات الله؟ يعني لما اعمل حاجة اعملها بس بنية ان كل حاجة فيها ان انا حاطة فيها ربنا. يعني انا بنضف البيت ده عشان ربنا قال ان النظافة من الايمان. انا بعمل الاكل ده بنية ان ولادي يديهم الصحة والاكل ده يفيدهم. انا بعمل الحاجة دي لجوزي بنية ان انا بطيع ربنا وبطيع زوجي. تمام. ولو ان في ناس هتعترض، بس هو الدين بتاعنا بيقول لنا كده. وهنتكلم ان شاء الله في فيديوهات جايه تانية ان شاء الله ان شاء الله على قد مفهومي الصغير الضئيل جدا عن الطاعه باي اشكال. ان شاء الله هشاركه على الصفحه على الفيسبوك، الجروب بتاعنا على الفيسبوك، فيديوهات للطاعه دي حلوه جدا، هتفهمها لكم كويس قوي. وهكذا. فالجزء التاني اللي اتكلمنا فيه، وهو ان انا بعمل الحاجة دي يعني ايه ابتغاء لمرضات الله سبحانه وتعالى. ان انا عايزة بس ان ربنا يرضى عليا، بس مش اكتر. بعمل ده عشان ربنا قال ان انا اعمل ده. حتى لو انا مش يعني اهم حاجة ان هو ربنا يرضى عليا بس. مش ببقى برضو منتظرة من رضا ربنا عليا اني انا ربنا بقى يديني حاجه. لا، هو يرضى بس عني في الدنيا وفي الاخره، ودي من اهم حاجه في الدنيا. آه، طبعا انا في الاول وفي الاخر انا لا داعيه ولا بفهم اصلا في الدين. انا بقول اللي هو على قدي، يعني حابه ان اللي انا اللي انا بفهمهم في الدنيا بقول لكم عليه. فده كانت النقطة التانية، اللي هو ان انا باخدها بشكل ايماني بحت، وان هي علاقتي بربنا. تمام تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الوقت، ازاي تظبطي تنجزي حالك. لو انتوا طلبة ازاي برضو تنجزوا مذاكرتكم.
بلاش الجروبز بتاعه الفيسبوك، سوري، اللي هي بتاعه الواتساب، عشان طبعا كل الولاد اللي في المدارس عاملين جروبز على الموبايلات وبيقعدوا يرغوا وبيضيع بالساعات. فدايما حاولوا ان انتوا تلتزموا في حتة ان انتي وراكي حاجة اعمليها الاول، بعد كده ربنا يسهل في اي حاجة تانية. وان انتوا كافئوا نفسكم بحاجات بسيطة. كافئي نفسك ان انتي عملتي ده وخلصتي كل اللي وراكي ان انتي تلعبي مع اولادك. كافئي نفسك بان انتي مثلا هتنزلي تروحي المشوار الفلاني. كافئي نفسك بان انتي هتستاهلي الاسبوع ده ان انتي تخرجي خروجه حلوه. حتى لو الخروجه، مش معنى ان انا بقول خروجه حلوه ان هي تبقى خروجه بمبالغ طائله، لا، خروجه بسيطه، يا رب خروجه لحد اول الشارع. تمام. فدي الحاجات اللي انا بتكلم فيها ان احنا يعني مش برضه يعني خروجه لحد اول الشارع. يعني انت ممكن تروحي في خروجات كتير جدا ممكن تعمليها في مصر من غير ما تصرفي فلوس بشعه، يعني هيبقى اخرك فلوس المواصلات بتاعتك. فدي حاجات ان احنا ممكن ازاي نبسط بيها نفسنا وازاي بيها نبقى سعداء. دي الحاجات اللي انا هقدر اقولك كده عليها بشكل سريع قوي 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 النهارده، فيما يخص الوقت. والناس اللي بتقول ان الوقت بيضيع، والبركه بتاعت الوقت البركه من عند ربنا. ادعي ربنا. وطول ما انا ماشيه في الشقه وبعمل حاجه، فتحت البوتاجاز، اللهم كده من عذاب النار. باجي اعمل اكل، يا رب الاكل ده انا بعمله ابتغاء لمرضاتك انت يا رب، وعشان تدي ولادي الصحه والعمر وتبعد عنهم مثلا الامراض الوحشه. كنت في فكرة كانت قالتها لي واحدة صاحبتي، ان هي طول ما هي بتشتغل في الشقة بتستغفر وبتحمد ربنا اللي هو اللي احنا بنقول الله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله، الادعية دي يعني. التسابيح دي ان هي تسبحها طول ما هي بتشتغل. ده حلو جدا عشان تسبحي. وهتكسبي، هتاخدي بيها ثواب في الدنيا وفي الاخره. الاستغفار طول ما انتي ماشيه تستغفري ربنا على اي حاجه ايا كانت. كل دي حاجات ممكن ان انتي تعمليها آم، طول ما انتي بتشتغلي. تسمعي مثلا، بلاش بقى تسمعي، مش هقولك تسمعي دروس، بس انتي ممكن في اليوتيوب في حاجة ان انتي تحملي الحاجة وتسمعيها لما التليفون يبقى اوفلاين. يعني ايه يكون اوفلاين؟ يعني يكونش في انترنت، مفيش انترنت شغال عندك، ممكن تسمعي، تنزلي درس ديني تسمعيه، تعملي حاجة تسمعيها. خدي مثلا ترتيب الأوضة ده ضحك ولعب مع ولادك، يلا مين هيساعد ماما، يلا انت شد من الناحية دي، انت شد من الناحية دي، ونشجعهم ونعلمهم ازاي ان هم يرتبوا اوضتهم وبتاع. والكلام ده كله مش لازم يا جماعة اللي احنا اتربينا عليه ان كانت الامهات بتصرخ قومي روقي اوضتك وتلاقي الجيران كلها سمعت. وانا يعني انا بسمع حاجات وبشوف حاجات عجيبة الشكل. عمر ما الاولاد هتيجي كده، هتيجي باللعب. ياخدوها الاول ان هي لعبه، وبعد كده بقى يبتدوا يلا اللي هيساعد ماما ربنا هيحبه وهيخش الجنه وربنا هيدينا فلوس عشان نجيب له حاجات حلوه. فتجيب لهم عشان هم عملوا الحاجات دي تكافئيهم بحاجات انتي تعمليها. خروجه تخرجيها لهم. تقعدوا تلونوا سوا اي حاجه. عيشوا وعيشوا ولادكم وربوهم بس بطريقه اهدى من غير العصبيه، لان هم مش ليهم ذنب في اي حاجه. عيشوا حياتكم صح، نظموها، رتبوها، تخلصوا من الكراكيب وكل المشاغل كل الحاجات اللي حواليكم، هتبقى الدنيا هادية. ايام الاجازه ما تاخدوهاش، يعني مش يوم الجمعه والسبت، انا بتكلم عن الجمعه والسبت عشان في ناس دلوقتي ما عندهاش اجازات. احمدك اشكر فضلك يا رب ان انا اجازه نص السنه عندي ابتدت وخلصت امتحانات وخدت يعني نفسي زي ما بيقولوا. آه، لو جمعة وسبت ما تقضوش طول اليوم الجمعة والسبت دول في المطبخ. صعبة قوي، صعبة قوي قوي الموضوع ده. يعني انا مثلا بعمل يوم الخميس، آه يعني باجي بنضف التلاجة بتاعتي، بطلع العلب والحاجات اللي في التلاجة، الأكل اللي مش عايزينه ممكن نحطه في طبق فويل بشكله حلو ونلفه بلاستيك فيلم وتديه لأي حد محتاجه، لراجل بيكنس الشارع، لست قاعدة بتبيع خضار ومعاها ولادها، واحنا ولادنا بنبقى مدفيينهم وحاطينهم تحت البطاطين وبنبقى خايفين عليهم، وهي يعني عشان ظروف المعيشة قاعدة في الشارع بولادها اللي انت ممكن أصلا قلبك يوجعك عليهم. فحافظوا. يبقى انت بتعملي لهم تديهم الحاجه بشكل حلو بشكل جميل. عندك حارس عماره غلبان اديها له. يعني حاولوا ان انتم ما ترموش الاكل عشان حرام.
وعشان بجد في ناس بتدور في الزبالة بصراحة على الأكل ده، وده شيء بيوجعني، يعني هو مخالف للآدمية أصلا، بس هو في الحقيقة بيوجع قوي. ده بالنسبة للتلاجة. مثلا باجي انضف التلاجة، بنزل بنضف المطبخ بتاعي، بغسل الحاجات اللي موجودة في التلاجة. قبل ما بنزل بحط مثلا دورة غسل في الغسالة. وبنزل اجيب حاجتي واشتري حاجتي سواء من الماركت او من السوق او على حسب ما انا هجيبها منين. في حاجات بجيبها من السوبر ماركت، في حاجات بشتريها من السوق عادي جدا. في ناس بتشتري كل حاجتها من الماركت برضو عادي جدا. يعني زي ما بتشتري بنزل اجيب حاجتي. ارجع احط بالنسبه للتلاجة طبعا ببقى منضفاها، وعلب التلاجة ببقى غسلاها. وانا بنضف التلاجة بكتب لو في حاجه ناقصه جوه التلاجة بكتبها. برتب ظرف المطبخ كده على السريع، ببص لو في حاجه. طبعا انا طول الوقت حاطه ورقه وقلم في المطبخ بكتب الحاجات اللي ناقصه، عشان لازم لما انزل يبقى معايا قائمه المشتريات، مشتريش كده ايه هباء، لان هباء ده بيودينا في داهيه في الميزانيه. وهتكلم ان شاء الله في فيديو قريب جدا عن الميزانيه، وازاي لو انت جوزك بيقبض 10000 جنيه تعرفي تحوشي منهم، لو جوزك بيقبض 1000 واحده ازاي تعرفي تحوشي منهم. برضه هنتكلم فيها مع بعض. فببقى غسلت حاجتي ونضفت حاجتي وكتبت انا القائمة بتاعتي ايه، وبنزل اروح الماركت او السوق وبجيب حاجتي وبرجع. تمام. حاجتي جت لما العلب بتاعتي بتبقى نظيفة وتبقى متنشفة وتبقى مفتوحة تتهوى. لما باجي على طول الجبن بطلعها من الاطباق البيضة دي، لان هي غير صحية بالمرة ان هي تتحط فيها الحاجة لفترات طويلة. بحطها في العلب. جايبة مثلا اي انواع جبن، جايبة مخللات برضو بفضيها من الاكياس بحطها مثلا في برطمانات ازاز. طبعا لو انتي شطورة وبتعمليها يبقى برافو، انتي جود ماذر شاطرة جدا. اي بقى حاجة، الحاجات اللي هي المجمدات بحطها طبعا في الفريزر. الخضار بتاعي ببتدي اعمل له طبعا عناية خاصة شوية. ببتدي اوزع حاجتي كده، مثلا جايبه حاجات للحمام واديها الحمام، مش تجيبي بقى وتركني والولاد يلعبوا وتلاقي بعد 10 دقايق الشقه بقت المزرعه السعيده. ف- فالموضوع ده فشل جدا. فاحنا اهم حاجه عندنا ان احنا نجيب زي ما بقول لكم الحاجه كده ونحطها في اماكنها. خلصنا حاجه التلاجة، ظبطنا التلاجة الحمد لله، مطبخنا نضيف نضيف. دلوقتي انا جبت الخضار، هل احط الخضار باكياسه كده من التلاجة؟ دي كارثه. انا بشوف تلاجات والله العظيم، يعني يعني اللي بيقولوا اللي في مخ الاطفال مش بيروح او مش بتنساه. انا كنت بشوف ناس في بيوتها والله والله والله، يعني هي بتجيب الخضار من السوق وتروح حاطاه كده بأكياسه زي ما هو بقى في التلاجة. عايزة طماطمية تروح تجيب الطماطمية من الكيس، عايزة خيارية تروح تجيبها من الكيس. اولا الشنط بتبقى مش نظيفة فبتوسخ التلاجة. ثانيا انا بحبش المنظر ده بتاع التلاجة، بينرفزني جدا جدا وبيعصبني. فانا من الناس اللي بكره الموضوع ده جدا 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 فوق ما اي حد يتخيل. فبعمل ايه دايما لما باجي من بره، باخد الخضار بتاعي، وده انتوا هتشوفوه في الفيديو. باخد الخضار بتاعي وبروح يعني انا جايبه اطباق كده كبيره شويه، مثلا ممكن تشيل الطبق ده مثلا انا احط فيه 5 كيلو او حاجه زي كده. هتشوفوها معايا دلوقتي. بجيب الطبق وبحط فيه ميه عاديه جدا من الحنفيه، يعني ما فيهاش اي حاجه. وبحط بس عليها ايه ربع فنجان خل. الخل ده ليه مفعول السحر في تنظيف الخضار. الناس اللي عندها غسالة اطباق، انا كنت بحط في غسالة الاطباق على فكرة فيها برنامج مخصوص. مش عارفة كل الغسالات كده او لا، بس الغسالة بتاعتي كانت فيها برنامج مخصوص لتنظيف الخضار. يعني البرنامج ده مخصوص ان هما يتنضف بيه الخضار، بيبقى على درجة حرارة اقل شوية وبتنضف بيه الخضار. لو انت عندك طبعا هتحطيهم في الغسالة وتطلعيهم تنشفيهم بعد كده. ما عندكيش، او حتى لو عندك وما بتحبيش تعملي ايه، هتجيبي زي الست البيت الشطورة كده. بمناسبة إن احنا ذكرنا ست البيت الشطورة، يعني سلام مني لسارة. تجيبي يا قمراية، تجيبي طبق. الطبق ده تحطي فيه مية على قد الخضار بتاعك، وتجيبي من عندك ربع كوباية خل. اللي هو يعني ربع كوباية، اللي هي تقريبا الفنجان الصغنن بتاع القهوة ده، تجيبيها وتمليها خل حلو كده من الخل العادي اللي احنا بنحطه للأكل، وتروحي حطها عليه وتسيبي الحاجات دي منقوعة فيها زي ما انتوا هتشوفوا تقريبا لمدة مثلا 5 7 دقايق.
الطماطم انا بشيل الجزء الاخضر ده اللي من فوق وبنضف تحتيه كويس قوي. الخيار في حته بتبقى برتقاني كده من فوق برضو بشيلها وبغسله كويس قوي، خاصه ان لما يبقى الخيار اللي هو بتاع الصوب بيبقى فيه كده زي رمله. بدعكها كويس قوي بايدي ولحد ما بينضف. خلصت اشطفه بقى شطفه تانية بالميه، احطه في الاطباق اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، اللي هي المخرمه، يصفي ميته. على بال ما هو يصفي ميته مثلا اكون انا مثلا الفلفل ما بغسلوش، عشان الفلفل بيبوظ لما بيتغسل، سواء الفلفل الاخضر او الفلفل الالوان. هكذا البصل مثلا الاخضر، الخضره اللي هي الجرجير والكزبره والبقدونس والكلام كله، كل الكلام ده الفلفل بعمل فيه ايه؟ بجيب فوطه نظيفه، بلمع بتاعي الفلفل بتاعي من بره كويس قوي قوي، وبحطه في الطبق وبغسل على قد ما انا هستخدم. تمام. كمان عندي اللهم صل على النبي البصل الاخضر، الحاجات الخضروات الورقيه بجيبها بنضفها، بشيل الحاجات اللي بايظه اللي فيها، لو في حاجه فيها طينه بشيلها. وممكن اعدي فوطه كده بس على السيقون بتاعت الحاجه، وبجيب علبه احط فيها مناديل من تحت او فوطه من تحت زي ما انت عايزه، وما بين وبلف الخضار ده في مناديل. كل كام يوم بفتح واغير المنديل، وبيفضل عندي الخضار ده او الحاجات الورقيه دي قاعده معايا بالاسبوع وبالعشر ايام زي الفل. بتبقى عندي زي الفل وبتعيش معايا فتره كبيره، فبالتالي الدنيا بتبقى عندي جميله جدا. بس وبكده انا بقدر احافظ على الخضار بتاعي. الخضار بتاعي بعد ما بيتصفى بنشفه الفوطه كويس قوي، وبحطه في علبة يكون من فوقيه فوطة ومن تحت في القعر فيه فوطة. ممكن لو احط حاجات عايزة افصل بينهم بين بعضها برضو بفصل بفوط، وبحط في علبة، انا عندي علبة كبيرة بحط فيها الخضار بتاعي. تمام كده تلاجتي خضاري بقى نضيف، تلاجتي بقت مظبوطة، لو في رز او حاجة بفضيها في اكياسها والدنيا بتخلص على كده. بالنسبة للمطبخ انا بالنسبة النهاردة الخميس كمان نظفت الحمام بتاعي تنظيفة كده حلوة، بعد طبعا ما حميت وحميت ابني وشغلت الغسالة على الحاجات اللي عايزة تتنضف، وخليت حمامي زي الفل. قشطة فل فل شمعة منورة. ومية مية. دلوقتي بقى خلاص خلصت كده الحمام وخلصت حاجة المطبخ. وانا الشقة يوم الاربع دايما بحب ان انا ابقى كنساها ومظبطاها من يوم الاربع ومسحاها، مفيش اي حاجة بعملها غير ممكن لو في غسيل هيتعمل. وطبعا بعد اليوم الطويل ده كوباية القهوة الجميلة الحلوة اللطيفة اللي انا بعملها، لاني خلاص ببقى انا خلصت ويبقى ابني ميعاد نومه جه ياخد ده العشاء بتاعه، واقول له تصبح على خير. ده كان فيديو النهارده معاكم اتكلمنا فيه عن احنا بنعمل ايه يوم الخميس وازاي نوفر وقت الايام الاجازات، الوقت بتاعنا ازاي نتحكم فيه. ده كان فيديو النهارده. ما تنسونيش في 3 حاجات: في الشير، في اللايك، وفي الديسلايك، وكمان في السبسكرايب والاشتراك، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم قريب. سلام عليكم.